السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا كرام. يعني السؤال التالي: من أين أبدأ؟ هل أبدأ من الاستغفار أم أخذ سورة البقرة أم أخذ الصلاة على رسول الله؟ من أين أبدأ؟ شو رأيكم؟ من أين نبدأ؟ شو رأيك؟ لماذا هذا التعطيل موجود في حياتك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن أحدكم ليحرم الرزق بذنب يصيبه. ذنب، شو بده الذنب؟ بدك تصلي على الرسول عليه السلام، ولا تقرأ قرآن فيه، ولا بدك تحفظ كتاب الله فيه؟ الذنب شو بدك تسوي فيه؟ بدك تستغفر عليه. لا طيب، ولئن كانت هذه الذنوب وصلتنا لحديث المفلس، يعني من كثر ما اغتبنا الناس وسبينا الناس واكلنا حقوق الناس، ويعني ما خلينا من الربا والإباحيات والغناء والتكشف، وما خلينا ولا شيء من هذه الذنوب. يعني هل أروح يعني أصلي لي ركعتين والله بيغفرهن؟ هذه المفاهيم خلينا نغيرها ونرتبها ونظبطها عشان تعرف تتعامل مع الله. ليش؟ لأنك أنت تدعو الله ولا يستجيب، مش عارف ليش مش عمال يستجيب الله. والرسول عليه السلام يقول لك: إن أحدكم لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. ذنب، ذنب. ولقد تكون كلمة، شوف هالكلمة هذه: إن أحدكم لا يتكلم الكلمة لا يلقي لها بال تهوي به من سخط الله في جهنم 70 خريف. كلمة. عشان هيك راقب الله وخاف من الله والزم حدك مع الله. الله الذي منعنا ونهانا عن السب والشتم وأكل الحقوق والربا والغيبة والنميمة واللبس الضيق والتعطر للنساء. الله الذي نهانا، مش أنا الذي نهيتكم. فعلينا أن ننتهي في الباب الأول، يعني انتهي من الذنوب. إنك تفكر إنك تستطيع أن تستمر بهذه الذنوب، معناها أنت غلطان. استمرارك وإصرارك على الذنوب سيحبط هذا الاستغفار، لن يكفيك هذا الاستغفار. عشان هيك احنا نترك الذنوب أول إشي. وأنا بحاجة لأن أستغفر على هذه الذنوب، فأول ما أخذ هو الاستغفار. خليني أبين لك، لو إنك أنت اليوم، لو أنا بدي أعلم جيل جديد، أنا سأعلمه الاستغفار. بدي أورث أولادي وصغارنا الأطفال الاستغفار. والله يا جماعة سيغنيهم الله، سيفتح عليهم علوم لن يصل إليها الغرب بعد، سيفتح عليهم في أرزاق ما عهدها الناس أبدا بهذا الاستغفار. اقرأ الآيات التي تتكلم عن الاستغفار. يعني من فوق إن الله يغفر الذنوب هذه ونحن محرومين بالرزق بسبب الذنب وعلينا أن نستغفر على هذا الذنب، فإحنا في وعود يا جماعة بالاستغفار. كل الذي ينقصك عليك أن تستغفر الله فيأتي الله به إليك. بدك مال؟ فقل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال مئات المال وبنين. بنين لا تاتي هكذا من الهوى، في زواج، في نعم. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. والجنات والانهار يعني هي حياه طيبه، رغد من الحياه. فاول اشي علينا ان نطبق الاستغفار حتى نعيش حقيقة الاستغفار، وما يكون الاستغفار كيف بيقولوها فاشل، اني افشل باستغفاري، لم اجد يا عم ابو احمد ولا شيء، صلي كذا بستغفر ومش محقق. بدك تحقق ترك الذنوب، وبدك تحقق لزوم الاستغفار، وتركز بالاستغفار الان. لانه الاوراد هي لغات، شاء من شاء وأبى من أبى، إنها لغات. كيف اللغة؟ بدك تعرف اللغة. ما بينفع تدخل لي موتشو هاي وهكذا، يعني كل كلمة من لغة. لازم تتقن الأوراد. يعني إيش أتقن الأوراد؟